السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهارده مع بعض الفطير المشلتت بكل سهولة. شايفين مقادير بسيطة وسهلة. لو مبتدئة هتعمليه بكل سهولة. شايفين مورق ازاي زي ما وريتكم في اول الفيديو. بس في البداية نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس. وندخل بقى ونشوف المقادير بتاعة الفيديو، وتكتبوا لي كومنت بتتفرجوا عليه من انهي بلد. ويلا بينا نشوف بقى مقاديرنا. معانا نص كيلو دقيق، عليه معلقة ملح صغيرة، عليه معلقتين سكر. احط المقادير دي تختلط الاول في العجان كده بالخطاف. وبعد كده انزل بالمقادير بتاعتي عليها كوباية ونص مية دافية. تمام. واسيب بقى ايه العجينة بتاعتي تتعجن كويس لحد ما تبقى ناعمة وملسة خالص. عايزاها بتمط زي فيها عرق يعني. تمام. لما العجين بتاعنا اتعجن كده، احط بقى شوية زيت. نشوف بقى ايه. شايفين العجينة بتمط ازاي وبتلزق؟ احنا عايزين العجينة بتاعتنا بتلزق. تمام كده. نبتدي بقى نشوف هنفرد الفطير بتاعنا ازاي. انا حطيت كده العجينة بتاعتي هي ارتاحت شوية. ابتدي بقى اقسمها كور. شايفين شكل العجينة عامل ازاي؟ تحفة بجد. هنقسم بقى ايه على قد بقى ايه ما انت عايزة الفطيرة. يعني ممكن تعمليهم 3 فطاير. انا عملتهم على فطيرتين. نص كيلو عملته على فطيرتين. تمام كده. معانا بقى سمنة. سمنة تكون سايحة على زيت. وابتدي بقى اخد ايه كرة كرة. اول كرة فرد عملتها، كبرتها باخدها. معلش يا جماعة. وابتدي بقى ايه افردها بالشكل ده كده، واهتم بقى بفرد الاطراف. واروح ايه مقطعة بقى العجينة بتاعتي كده. تمام بالشكل ده كده. وابتدي كل ما اطبق جنب، اروح ايه دهنة بالسمنة بتاعتي. السمنة اللي على زيت. شايفين الكورة مورقة ازاي يعني؟ تفرديها تبقى كده، تشوف تبان الرخامة من تحتها. تمام عشان تاخدي نتيجة كويسة. تمام كده. ولما تكون الكرة صغيرة هتبقي تقدري تتحكمي فيها وبتفرديها كويس. تمام. وابتدي بقى ايه اكورها كده وادخلها في قلب بعض كده. تمام. واروح ركناها ومغطياها. واخد الكرة اللي بعديها اعملها بنفس الطريقة. هنعملها برضو مع بعض عشان نشوف عملناها ازاي. واهتم برضو بفرد الاطراف، وتكون العجينة بتاعتي زي ما قلنا مورقة خالص زي رق السجر. تمام كده. تابعوني بس لاخر الفيديو عشان في تكات وطريقة السوا هقول لكم عليها. انا هنا كنت المفروض احط الكرة بس نسيت، فايه لحقت نفسي وحطيتها. تمام. اهو الكرة الاولانية اللي أنا فردتها. وابتدي برضو اطبق عليها كده، واروح لماها ومنعمة ايه الوش بتاعها. تمام. الكرة التالتة برضو افرد كويس، ابل ايدي بالسمنة على الزيت وافرد. اهو شايفين.
تمام كده. في الأثناء دي الفرن بتاعي والع وساخن، وأنا بشتغل بولع الفرن عشان يسخن. تمام كده. دي 3 كور كده. كده الكرة الرابعة. لو انت عايزة تقللي الكور اقل من كده مفيش اي مشكلة، بس انا بحب الفطيرة بتاعتي مليانة رقات من جوه ومحملة، مش مهم كبرها بس تكون محملة. تمام كده. وابتدي بقى ايه الم كده بالشكل ده، يعني طريقة اي حد ممكن يعملها. وهكذا الكورة الخامسة. تمام. تمام كده. ودي اول فطيرة خلصت. هغطيها بقى، مش هفردها دلوقتي في الصينية خالص، واسيبها بقى لحد ما اعمل الفطيرة التانية. برضو نفس الطريقة. اول كورة فردناها بالشكل ده كده. تمام. وهكذا شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة. ابل ايدي بالسمنة على زيت وبفردها. تمام. اللي ناسي اللايك يحط لي اللايك يا جماعة. بالشكل ده. تمام كده. وافضل بقى كورة جوه كورة زي ما انتوا شايفين. وانا بلم ابل ايدي بالسمنة على الزيت وادهن. تمام. ادي الفطيرة التانية. اغطيها برضو واستنى ما فردهاش دلوقتي خالص لحد ما ترتاح عشان ما تتقطعش مني. الفطيرة الاولانية ارتاحت اهي، هبتدي بقى ايه افردها من جوه كده لبره. تمام. شايفين؟ افرديها بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا زي ما قلت لكم بحب الفطيرة محملة فما فردتهاش قوي. احطها بقى على الرف الوسطاني. شايفين بتتنفخ ازاي؟ اهو اول ما تطلع ارشها بشوية مية كده وغطيها. تطلع معانا طرية وحلوة قوي. ايه رأيكم بقى؟ جربوا الطريقة قولوا رأيكم ايه، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.